السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم إخواني؟ بارك الله لنا ولكم إن شاء الله، ونفعنا الله عز وجل بالقرآن الكريم، ونسأله أن يعافينا في الدنيا والآخرة من كل هم ومن كل بلاء. اللهم يا رب اشفي كل مريض، وعافي كل مبتلى، وارحم كل ميت. اللهم ارحم والدينا ووالدي جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا رب سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم فرج عن إخواننا في غزة. غزة لا تنسوها إخواني، بارك الله فيكم. غزة الحبيبة، غزة والسودان واليمن، اللهم فرج كربتهم وكن معهم يا رب العالمين. المهم إخواني، أردت نصيحة من أخ من القلب بإذن الله سبحانه وتعالى، ونحن في هذه الأيام المباركة، أيام شعبان. فشعبان من الأشهر العظيمة، ثم لم يبقى إلا أيام قليلة تفصلنا عن شهر مبارك، شهر القرآن، هو شهر رمضان الكريم. فهذا الشهر إخواني، السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم كانوا يكثرون قراءة القرآن وينكبون على قراءة القرآن، يقرؤون ليلا ونهارا ويتدبرونه ويكثرون من قراءته. فهو شهر فيه القرآن الكريم، شهر الرحمة. فإخواني، ينبغي علينا أن نكثر من القرآن، لأننا هجرنا القرآن، نسأل الله السلامة والعافية، هجرناه لا قراءة ولا تدبرا. وينبغي على الإنسان أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى كل يوم، فلا يدري متى تفجعه الموت، ونسأله سبحانه أن يرحمنا وإن شاء الله. والصيام كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر ما يصوم في شعبان صلى الله عليه وسلم. فلذلك على الإنسان أن يغتنم، والحمد لله رب العالمين. فينبغي على الإنسان في هذا الشهر المبارك، شهر شعبان، أن يكثر من الصيام قدر المستطاع، وخصوصا تلاوة القرآن، فيه فضل وأجر عظيم. وأيضا الذكر إخواني، على الإنسان أن يذكر الله سبحانه وتعالى وهو يمشي، وهو قاعد، وهو في البيت، وهو في المسجد، أن يعود لسانه على الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. سبحان الله. فالذكر أيضا فيه فوائد عظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ويوفقنا للأعمال الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين.